السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في شهيوة من شهيوات الطبخ فاتي HM. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الكعك الوجدي الخامر اللي كيجي بسيط وسهل في التحضير، ولكن النتيجة ديالو رائعة ما تشبعوش منه. غادي نحضروا معكم بطريقة بسيطة وسهلة لكل وحدة مبتدئة، غادي ينجح معها 100%. صدقوني الا تبعتوا هاد المقادير اللي غادي نحضر معكم بها وهاد الطريقة كونوا متاكدين بانه غادي ينجح معكم 100%. غادي يجيكم مفشفش ورطب وما تشبعوش منه. تحضروه للكوتي او للفطور، المهم كيجي رائع ما تشبعوش منه. المهم نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. على بركه الله نبداو في التحضير. في واحد الاناء كيف ما كتشوفوا غادي نحتاجوا 2 كيسان بقياس كاس العنبه ديال الحليب يكون دافي، وغادي نحتاجوا واحد المعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه وواحد شويه ديال الفاني، وغادي نخلطوا المكونات مزيان بالطراب اليدوي، وغادي نغطيو عليها ونخليوها ترتاح تقريبا 10 ديال الدقائق، يعني غير باش تتفاعل ديك الخميره. من بعد البنات فاش تتفاعل كيف ما شفتوا غادي نزيدوا رشيشه ديال الملح، نزيدوا نص كاس بقياس كاس العنبه ديال السكر سنيده، ونص كاس ديال زيت المائده كيف ما كتشوفوا، معلقه كبيره ديال الزرارع حبه حلاوه والنافع، ومعلقه كبيره ديال الجلجلان يكون منقي ومغسول. غادي نزيدوا بيضه واحده ونخلطوا المكونات مزيان حتى ينسجموا، وغادي نبداو نزيدوا الدقيق. غادي نزيدوا 4 ديال الكيسان في الدفعه الاولى ديال الدقيق، ومن بعد غادي نزيدوا الكاس الخامس. المهم نحاولوا ما امكن نزيدوا الدقيق دفعات. كما شفتوا درنا 4 ديال الكيسان ديال الدقيق، وغادي نزيدوا عليهم ساشي ديال خميره الحلويات، وغادي نخلطوا مزيان. بالنسبه لي انا كيف ما كتشوفوا الخليط يعني تقال بالطراب، ما يصلحليش نكمل بالطراب، غادي نحاول ما امكن نحيد الطراب ونكمل بيدي. بالنسبه لهذا العجين ديال الكعك كيف ما كتشوفوا خصو يكون يشبه العجين ديال البريوش، يعني ما تعجنوش بالطريقه اللي كنعجنوا بها الخبز، او حاولوا ما امكن تعجنوه يعني بحال كتعجنوا البريوش او السفنج. بالنسبه للكاس الخامس غادي نزيدوا شويه بشويه حتى نخويه كامل كيف ما كتشوفوا، يعني الكاس ديال العنبه الخامس كملته كامل. غادي نحاول نكمل العجين ديالي بهذه الطريقه هذه وانا كنطرب غير بالاصابع. بالنسبه للعجين ديالي غادي يكون النتيجه ديالو كيلصق في اليدين، نحاولوا ما امكن يعني يكون خفيف ما يكونش ثقيل قاصح. لما نكملوا العجينه البنات غادي نحصلوا على هذا القوام، المهم تكون كيف ما قلت لكم كتلصق في اليدين. غادي نغطيو عليها ونخليوها تخمر تقريبا نص ساعه، من بعد غادي نحصلوا على هذه النتيجه هذه، يعني يضاعف الحجم ديالها. غادي ناخذ العجين ديالي ونحاول ما امكن نحيد منها الهواء، وغادي نديرها على سطح العمل. غادي ندير واحد شويه ديال زيت الزيتون، انا توفر عندي زيت الزيتون، يمكن لكم ديروا زيت المائده احسن. غادي نحط العجين ديالي ونحاول ما امكن نحيد من هذاك الهواء ديال الاختمار، وغادي نحربلها على شكل يعني حربول طويل، وغادي نقطعها حصص متساويه. بالنسبه لهاد الطريقه البنات راه طريقه سهله وبسيطه، كنقطعوها بهاد الطريقه غير باش يجيونا متساويين ويجيونا قد. بالنسبه لهاد الكميه اللي درت معكم ديال العجين ديال الكعك يمكن لكم تدوبلوها الا بغيتوا كميه كثيره، غير هو هاد العجين بالذات او هاد المقادير وهاد الكميه اللي عطيتكم دابا كتقطع تبارك الله 30 حبه. غادي نكمل التقطاع بهاد الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا، ومن بعد غادي نولي نكورهم، وكل كره يعني غادي نحاول ما امكن نقص منها شويه على اساس نديرهم قد المشيميشات. كتعرفوا البنات المشماش راه صغيور، يعني ديرهم على قد المشماش وحطوهم حبات كيف ما كتشوفوا حتى تكملوا الكميه كامله بحال هكا. وغادي نغطيهم بالبلاستيك على اساس يرتاحوا واحد 5 ديال الدقائق. من بعد البنات فاش ارتاحوا تقريبا 5 ديال الدقائق غادي ناخذوا اول كره اللي كورناها وغادي نحاولوا نسرحوها على سطح العمل. ما ديروا لها في الاول لا دقيق لا زيت باش يمكن لها تسرح معكم، ومن بعد منين تبغيو تقطعوها بالمقص حاولوا ما امكن ديروا تحت منها الدقيق باش ما تلصقش، يعني باش ما تلصقش على سطح العمل ويضيع الشكل ديالها. غادي نحاولوا نديروا لها فتيحه في الراس ديال العجين وندخلوا العجين في العجين باش يعني تجي الكعكه ديالنا متقايسه، ونقطعوها بالمقص وتجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا.
الطريقه راها واضحه البنات، يعني بلا ما نهضر نقول لكم كيفاش. الطريقه واضحه ومفهومه. نحاولوا ما يمكن نحربلوا العجين ديالنا حتى نحصلوا على واحد الحربول، واحد الشريط كيف ما هكا. غادي نقطعوه من الراس ديالو بالمقص، ومن بعد غادي ندخلوا الطرف الاخر في الراس اللي قطعنا، وغادي ننقشوه. غادي نديروا شويه دقيق باش ما يلصقش، وغادي نقطعوها بالمقص. يمكن لكم ديروا هذه العمليه بالمقص، يمكن لكم ديروها بالموس، يعني كل وحده والاختيار ديالها. المهم قطعوها بهذه الطريقه، وحاولوا ما امكن تكثروا باش يجيكم الكعيكات المنظر ديالهم زوين ومشهيين. غادي نحاول ما امكن نديرهم في واحد الصينيه اللي فرشتها انا بورق الالومنيوم، لان ما توفرش عندي الورق ديال المطبخ. وغادي ندير الحبات يعني على اختهم. دائما تقطع بهذه الطريقه هذه، كيجيو زوينين وكيجيو عمليين. ما ديروش يعني الراس ديال العجين فوق الراس باش ما تجيكمش غليظ. حاولوا ما امكن تقطعوا الطرف ديالو وتحشيو في وسط الراس الطرف الاخر، وكتجي البنات الكعكه غزاله كيف ما كتشوفوا. كتجي ساهله في التشكيل ديالها. غادي نكمل انا الكميه ديالي كامله كيف ما كتشوفوا، وغادي ندهنها ان شاء الله. بالنسبه للدهن انا غادي ندهنها بالبيضه كامله، وغادي نزيد معها النسكوي اللي كيديروه الاطفال مع الحليب. يمكن لكم البنات ديروا معها النسكافيه، يمكن لكم ديروا معها اي نكهه بغيتو. المهم انا كنحاول ما امكن نحيد ديك الزفاره ديال الحليب، عفوا ديال البيض. غادي ندهنهم كاملين بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا. وغادي ناخذ زلجلان وغادي نزينهم ان شاء الله. مهم طريقه البنات سهله وكلاسيكيه ومعتمده، وخاصه كيف قلت لكم في الجهه الشرقيه. ما يمكنش تدخلوا لاي بيت وما تلقاوش فيه الكعك او الفقاص او القريشلات او القرص. يعني المهم كيجيو تبارك الله مشهيين وكيجيو رائعين، وكتميز بهم هاد الجهه. كيف شفتوا البنات راه سبق لي وحضرته معكم في القناه. حطيت معكم الكعك الخامر بحجم صغير، وحطيت معكم الكعك اللي كيتحضر به فيه، اللي كتميز كيف قلت لكم به الجهه الشرقيه ديالنا. المهم صدقوني البنات كيجي رائع وكيجي منسم ما تشبعوش منه. كيجي غزال وكيجي هشيش مفشفش. المهم انا عارفه بانه غادي يعجبكم، ومتاكده كل التاكيد غادي يعجبكم، يعجب وليداتكم. حضروه للكوتي او للفطور. المهم كيحمر الوجه وكيعطي كميه ما شاء الله. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش باللايكات ديالكم والاشتراكات ديالكم، وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.